في مباراة تألق فيها إمام عاشور، النادي الأهلي بيفوز على نادي الزمالك في القمة على الأراضي السعودية، ويفوز بكأس مصر. أهلا وسهلا بكم. فعلها النادي الأهلي ولعب نادي الزمالك، وفي النهاية الكأس أهلوية. رغم الاستحواذ الكامل لنادي الزمالك، إلا أن نادي الأهلي بيفوز في اللحظات الأخيرة بهدف إمام عاشور وصناعة محمد مجدي قفشة، ليعود محمد مجدي قفشة مجددا في اللحظات الأخيرة وبصناعة إمام عاشور ليحرز الهدف الثاني بعد القاضية. ممكن ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، لكن الزمالك لعب بشكل جيد وكان يستحق أن يفوز بالمباراة، ولكن النادي الأهلي دائما صاحب المقولة البلس 90. ألف مليون مبروك لكل الأهلاوية ولكل جماهير النادي الأهلي، وهارد لك لكل جماهير نادي الزمالك. ولعبتوا أديتم ما عليكم، لكن في النهاية هو نهاية كأس يجب أن يفوز بها أحد الفريقين. إن شاء الله نتابع معكم كل جديد، بس ما تنساش تعمل لايك واكسبلور وكمان متابعة. مستني تعليقكم. دمتم بخير.